خلال الحلقة. خبير التجميل سامر برايتع، مساء الخير سامر. مساء الخير. سامر، اليوم نتحدث عن جمال الرجل. قبل ما نحكي عن جمال الرجل سامر، كيف بتعرف عن نفسك؟ كيف بتحب تعرف عن نفسك؟ أنا خبير تجميل، أنا بمجال التجميل من 10 سنين. أنا أخذت أورد بال 2008 كأفضل خبير تجميل بالشرق الأوسط. نعم. وتطورت معي احترافيا صار لي 4 سنين. محترف التجميل. أنا مش بس تجميل، أنا سوري مالك، أنا استشاري تجميل ايمج كونسلتنت. نعم، أيضا لصورة الشخص، يعني صورة الرجل أو صورة المرأة؟ ايمج كونسلتنت للمرأة أو للرجل؟ ايمج كونسلتنت للمرأة. للمرأة بشكل أساسي. إذا بدي أحكي سامر، أيمتى وبأي عمر قرر سامر يعمل تعديلات لمظهره الخارجي؟ أنا وقت اللي صار عمري 18 سنة قررت اني اول شيء احترف مهنه الميك اب. نعم. قلت اذا بدي فوت على الميك اب انه اكيد بده يكون مظهري انه زبونه تتقبل شكلي، يعني تفوت الزبونه ترتاح معي. انطلاقا من هالفكره، يعني انطلاقا من هيدي الفكره عدلت بحالي. شو عدلت؟ عملت تجميل لمنخاري. نعم. وعملت تعديلات بسيطه على وجهي. بسيطه؟ شو مثل شو يعني؟ يعني اكيد ظبطت خدودي، شفافي. ما رح اقول لك ظبطت شفافي لانه انا شفافي اوريدي كبار من انا وصغير. نعم. عملت اشياء بسيطه، بوتوكس عملت. هون عم نحكي سامر عن قصص بسيطه ام قصص جذريه؟ انا هيدي بلاقيها قصص بسيطه، يعني هيدي ما مش غلط اذا الواحد بيظبط بوجهه. يعني شو بدك اشياء جذريه، الواحد يعني يشيل عين ويحط عين، العيون ما بيتغيروا. نعم. في عمل تظبيطات بسيطة كمان، انه يعمل شوية بوتوكس، مش ضد. هيدي التعديلات بتصير على هذه التعديلات سامر، يعني انت وقتها كنت بدك تعدل وفق اي معايير؟ معايير جمالية عند المرأة ام معايير عند الرجل ام معايير ممكن انت تعتبرها للمرأة والرجل؟ معايير الجمال انا ما بلاقي في معايير للجمال، يعني الجمال منه محدود. ما في اكثر ما بنقول جمال، يعني مظهر معين للرجل وجمال للمرأة. هلا قال لك كل واحد الله خلقه بجمال معين، يعني اكيد الرجال جماله شيء والمرأة جماله شيء، يعني انه انا بقول انه ما في شيء حلو، في شيء واحد ما بيعرف يظبط بحاله. نعم. يعني ما بقى نحن بنقول صار في مرأة حلوة، صار في رجال بشع، لا، صار في حدا ما بيعرف يظبط بحاله. يعني انسان، يعني انت بتلغي المرأة وبتلغي الرجل، بتحكي عن انسان. انا عم بحكي عن انسان. نعم. انت سامر، وقت عم نحكي عن معايير الجمال عند الرجل وعند المرأة بتعتبرهم نفس المعايير، وبعد ما عملت هذه التعديلات اللي انت قلتها، شو بقي من سامر الرجل؟ يعني انا بقول الرجال مش بشكله، يعني لا بشعراته ولا، يعني الرجال موقف. يعني بتشوف كثير ناس رجال بالحياة وهن ما بيكونوا رجال، بس الرجال بموقفه. نعم.